نزيد نبشرك، والله يا خويا الكريم، غير لما ترجع إلى الله بالتوبة والله 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 غير ربي يفرح بتوبتك. نعطيك مثال. أنا وياك كنا نتمشاو في أرض فلاة، ولا أنت تتمشى في أرض فلاة هنا في خنشلة، أرض مهجورة ما كاين حتى واحد، عندك دابة فيها الشراب وفيها الطعام وفيها كسوتك وما تحتاج. أنت لقيت شجرة قيل تحتها، حليت عينيك ما لقيتش الدابة، راح الماء وراح الطعام وراح الفراش وراح اللباس، ومن بك؟ فقلت هذه مهلكتي، خلاص يعني خلاص، أين المفر؟ بعدين وانت تحوس وجدت دابتك، لقيتها، لقيت الماء، لقيت ما تحتاج، ملكتك الفرحة. من كثرة ما فرحت ياسر 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 تعميت في الهضرة. واش قلت؟ قلت اللهم أنت عبدي وأنا، هكا قلبت. هي الأصل كي تفرح تقول اللهم أنت ربي وأنا. أنت من كثرة الفرح كنت راح تموت، شكون بيك؟ أرض مهجورة قاحلة، كان عندك بصيص من الأمل ضاع منك. لما ملكتك الفرحة وش قلت؟ قلت اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شيخ، هذيك الفرحة هذيك لما الإنسان فينا احنا نوقعوا في الذنب وبعدين نقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا ربي سامحني، يا ربي توب عليا، يا ربي ما نوليش وما نعاودش، يا ربي بيبان التوبة تاعك راهم مفتوحين ورحمتك أوسع لي يا رب، فأدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا رب العالمين. شيخ، هذيك اللحظات ربي يفرح بيك أكثر من اللي فرح هذاك الرجل بالدابة نتاعو التي ظلت ثم وجدها. ولهذا قال النبي لله أفرح بتوبة عبده من رجل شبيه ظلت دابته ثم وجدها. فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ربي يفرح بك أكثر من اللي فرح هذاك السيد اللي ضاع الدابة نتاعو.